فتستغربي انت كأم ان انا بدي الطفل العلاج وبرضه ما يجيبش نتيجه. ليه؟ لان حضرتك الدكتور كاتب له العلاج كل 12 ساعه، وحضرتك بتدي له الدواء الصبح وبالليل. الصبح ده اللي هو ممكن يكون الظهر بتاع حضرتك. جرعات الادويه في الاطفال بتتحسب ازاي وازاي بناخدها؟ اولا الجرعه بتتحسب على كذا اعتبار، لكن الاعتبار الاهم بالنسبه لنا هو وزن الطفل. عمر الطفل كمان ساعات بيفرق، وحالته المرضيه ساعات بتفرق برضه في العلاج. ما تستغربيش ان ابنك اللي عمره سنتين زيه بالظبط طفل تاني او طفله تانيه عمرها برضه سنتين لكن وزنها طبعا وزن مختلف وبتاخد جرعه مختلفه عن جرعه ابنك حتى لو نفس العلاج. الحاجه الثانيه ان الدكتور لما بيكتب العلاج للطفل بيكتبه مثلا كل 12 او كل 8 ساعات، او في بعض الادويه بتبقى كل 6 ساعات. مهم جدا حضرتك تدي الدواء بالساعه، لان لقيت بعض الامهات بتستغرب جدا ان هو انا المفروض ادي بالساعه. طبعا مش الحقن بس اللي بتتاخد بالساعه، الانضباط في العلاج مهم جدا، مهم جدا للنتائج، ومهم جدا ان انا اتجنب الاثار الجانبيه بتاعته. وهو ليه اصلا في وقت للعلاج؟ لانه مده الدواء لما باخده الفعاليه بتاعته بتزيد تدريجيا لحد فتره معينه، وبعد كده بتقل، وبعد كده تروح من الدم خالص. ده الوقت اللي انا بدخل فيه الجرعه الثانيه. فلما الجرعه الثانيه تتاخر ده بيفرق كتير جدا في علاج الطفل. ممكن كمان يعتبر ان انا بدي فرصه للبكتيريا، لو انا بدي مثلا مضاد حيوي، ان هي تقاوم وترجع تتمرد على العلاج، والعلاج نفسه ما يجيبش نتيجه. فتستغربي انت كأم ان انا بدي الطفل العلاج وبرضه ما يجيبش نتيجه. ليه؟ لان حضرتك الدكتور كاتب له العلاج كل 12 ساعه، وحضرتك بتدي له الدواء الصبح وبالليل. الصبح ده اللي هو ممكن يكون الظهر بتاع حضرتك. يعني مثلا هفترض ان انا المفروض ادي العلاج وليكن 9 او 9 صباحا 9 مساء، حضرتك بتديه الصبح اللي هو وليكن 10 او 11، وبالليل اللي هو ممكن يبقى 7. ففي فترة كبيرة جدا من اول 7 لحد 11 اكتر ب 12 ساعة، في فترة 3 ساعات تقريبا الطفل ما بياخدش فيهم جرعات، يعني مش موجود في جسمه علاج يقاوم البكتيريا. وكذلك في خوافض الحرارة، وكذلك في العلاجات الاخرى. مطلوب من حضرتك تدي مثلا وليكن سنتي 2 3 4، الدكتور بيكتب لك كذا سنتي على حسب حالة الطفل، يبقى تلتزمي بالسنتي. الحاجة التانية تلتزمي بالميعاد، يعني اكتب المواعيد على العبوة. ان العلاج ده مثلا وليكن كل 8 ساعات، يبقى هديه وليكن الساعة 11، يبقى 11 مساء، يبقى 7 صباحا 3 عصرا، 12 مساء او 12 صباحا على حسب، ويبقى 8 صباحا، يبقى 4 عصرا. اكتب انا على العبوات عشان ما انساش. وبرده انا لو باخد بالسنتي بلاش نحط السرنجة جوه العبوة. يعني مش المفترض ان انا استخدم نفس العبوه واحط جواها السرنجه وتقول ان انا بغسلها وبعقمها. حضرتك في معيار بلاستيك بيجي مع العبوه تفرغي فيه العلاج وتاخدي منه بالسرنجه لو انت عاوزه. المعيار اصلا بيبقى مدرج، ممكن تحط فيه العلاج وتسحبي بالسرنجه وتدي للطفل، وده اسهل لك، او تدي بالمعيار نفسه. لكن لا الغطا ولا احط سرنجه جوه العبوه. العبوه تفضل مقفوله ومحافظه عليها. يعني صلاحيه العبوه اصلا لما بتتفتح بتفضل تقريبا شهرين. لكن انا لما بحط فيها اي حاجه ممكن ابوظها اصلا، ممكن ان انا انقل العدوى اساسا لطفل تاني لو انا استخدمت ده لاخوه او حاجه. يبقى انا احافظ على المواعيد، احافظ على السنتي، ادي الطفل بالعلاج بانتظام على قد ما اقدر. صحيح الحاجات دي تبان ان هي بسيطه، لكن هي مؤثره ومهمه جدا لكل طفل. التزامك بالعلاج في مواعيده بالسنتي بتاعه هيضمن ان شاء الله الشفاء للطفل باذن الله، يعني رب العالمين، وهيخلي الطفل يتحسن بسرعه، وكمان ما يحصلش مضاعفات من العلاج ولا اثار جانبيه ان شاء الله. شكرا.